السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كل واحد فيكم يكون بخير. في البداية أنا حابب أقول لكم ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في فلسطين، يا رب يعديهم من المحنة دي على خير، واللي يقدر يتبرع لهم بأي حاجة ما يتأخرش عنهم، دول إخواتنا وهم في وقت زنقة، ولو احنا موقفناش معاهم مين اللي هيقف معانا يعني؟ ويلا نبدأ الحلقة النهاردة. حلقة النهاردة بعنوان متسولين السوشيال ميديا. بقى الفترة الأخيرة دي كده في حاجة معصباني أوي من موضوع السوشيال ميديا ده. دلوقتي انا مطعم، انا راجل فاتح مطعم، واحد يجي يقول لي انا هاجي اكل ببلاش واشرب ببلاش ومش هحاسب، بس هعمل لك اعلان للمطعم. يا عم انا مش محتاج اعلانك، انت ليه تيجي تاكل وتشرب ببلاش؟ وعشان كل ده عشان خاطر الفيديو ينزل 30 ثانية على الفيسبوك او ايا كان اي منصة؟ يعني ليه؟ معلش انت كده راجل متسول بس شيك شوية. يعني هو شاكر طلع قبل كده، هو في فيديو كان واحدة ست واقفة في الشارع، فهو بيقول لها أنا شحات وأنت شحاتة، بس في فرق بيني وبينك، أنت بتشحت في الشارع وأنا بشحت على النت. فأنا بقدر الناس دي أوي، الناس دي عارفة هي بتعمل إيه، الناس دي عارفة إن الراجل ده عارف إن هو شحات. نيجي بقى لمحل بلبن، محل بلبن شوف عمل كام واحد جاله عشان يعملوا له إعلان، والناس تيجي تاكل ببلاش وتشرب ببلاش وكل ده. أنا ما عنديش مشكلة، ما هي في ناس من جوه المحل بتعمل إعلانات على وبتنزل على الصفحة والجو ده، بس أنت راجل شغال في المحل فعادي ممكن تعمل. إنما واحد هيجي لي من بره يجي ياكل ويشرب ويقول لي أنا مش هدفع حاجة، إيه القرف ده؟ إيه يا جدعان البهدلة دي؟ يعني ازاي انا راجل؟ طب انا راجل مثلا صاحب شركة اعلانات، وانا راجل عايز اكل عيش، فانا عشان مثلا محل يجي يقول مفيش محلات هتيجي، ما هو خلاص بقى في كلها متسولين، يروح ياكل مش عارف شطة ب 100 جنيه ولا بايه، فهو خلاص هو عامل الاعلان وينزله على الفيسبوك. مش عارف محل مشاوي ايه، يروح منزلين حل قد كده ولا صينية قد كده تخش لها في 3 4000 جنيه، الناس تيجي تاكل ببلاش وتقول له هنعمل لك ريفيو والدنيا هتبقى كويسة والجو ده كله. ايه القرف ده؟ ايه القذارة دي؟ يعني ازاي الناس قابلة بحاجة زي كده؟ وده في الراجل كمان اللي هو طلع اللي هو كل حاجة يقول لك هي عليها ياع ومش عارف، مش فاكر اسمه بالظبط ايه عشان مش متابع الأشكال دي. كل ما ياكل حاجة يفضل يقول لك مش عارف ده معفن، ده مش عارف ايه، ده مش عارف ايه، ده مش عارف ايه. فهو طلع من ولا حاجة، يعني هو طلع عشان بينتقد الأكل أساسا، مع إن على عكس الناحية التانية في ناس كتير قوي طالعة بتاكل الأكل ده وبتقول لك ده جوسي ومش ده جوسي ومش عارف ايه. وفي بقى دلوقتي بقى المقارنات اللي هم يرنوا على التليفون يقول لك أنا أروح أطلب الأكل من الفرع وأطلب الأكل دليفري وأشوف أنا اللي هيوصل لي الأول والجو ده كله، وأقول له إن أنا مشهور أو أقول له إن أنا عادي، ويشوف هيبعت الاوردر اللي انهي احسن. ايه القرف اللي انتوا بتعملوه ده يا جدعان؟ ده كده ولا حاجه؟ يعني الناس صحاب شركات الاعلانات دي تعمل ايه؟ تقفلها طيب وتقعد في بيوتها؟ انت واحد مالكش اي ستين لازم تروح تعمل اعلان يكسر الدنيا عشان تروح تاكل صينيه 3 4000 جنيه ولا اي حاجه؟ ده قرف وقذاره يا جدعان. العيال دي بتستغلكوا، العيال دي عيال يعني. انا ما بحبش اغلط في حد، بس هو الموضوع معصبني زيادة عن اللزوم. يعني ايه تقول لي خليك تخش المرحلة دي؟ ليه؟ ليه انت محل محترم او ايا كان؟ يعني قصر الكبابجي مثلا، الراجل ده بيعمل ايه؟ لو مثلا واحد جاله مشهور زي احمد حلمي، زي مش عارف مين، هو الراجل خلاص عنده المصور بتاعه، فبيصور له القعدة والناس هما بيحطوا الأكل والجو ده كله تمام زي الفل وبينزل على الصفحة. فدي تمام دعاية من ضمن الدعاية، إنما مش في واحد هيجي ياكل مخصوص ويقول لك أنا بلوجر وأنا مش عارف عندي 100 ألف على الانستا وعندي مش عارف إيه، وأنا هخش آكل وأعمل لك ريفيو عن المحل والجو ده. إيه ده؟ دي اسمها بكاسة، انتوا مقضيينها بكاسة. دي أشكال يا جدعان أقسم بالله ما ينفع تبقى موجودة معانا في المجتمع. العيال دي بتغطي على ناس كتير قوي، العيال دي بتستغل المحلات. انت كصاحب محل ما ينفعش تعمل حاجة زي كده عشانك. الفلوس دي انت بترميها في الأرض، ال 4000 جنيه اللي انت بتروح تحطهم لواحد ولا أي حاجة. انت لو دفعت لشركة إعلانات ال 4000 جنيه دول هيغرقولك السوق، ما بالك بقى واحد واتنين وتلاتة يجيلك هتدفع كام؟ 4000 جنيه. دلوقتي بقت كلها ماشية، أي حد عايز أي حاجة يروح للعيال المشهورة، اللي هي العيال البلوجر. أي حد عمل له فيديوهين دب طخ بقى مشهور مش عارف إيه، فخلاص بقى أنا أروح أعمل إعلانات وأروح أعمل كذا أعمل كذا. على عكس الناحية التانية، تعالى نبص بقى على الناس اللي بتتعب وبتشقى عشان تعمل حاجة زي كده يعني. الممثلين اللي بيمثلوا على المسرح في أصول الثقافة، وبيروح هنا وبيروح هنا وبيسعى، بيبقى بيلف على مكاتب الكاست كلها عشان خاطر يعمل إعلان،
مفيش حد بيقبله. ولو مثلا رفع عليه سماعة التليفون، ايوه انت مقبول مش عارف ايه، يومين تلاتة أربعة وهنبعت لك تيجي، يومين تلاتة أربعة في ناس محترمة بترن تقول لك معلش والله للأسف ده ابن صاحب المكتب هو اللي هيعمل الإعلان. وفي ناس بترنش عليك ولا بتعبرك أساسا، تيجي ترن عليها متردش. يعني انت شوف الراجل اللي بيتعب وبيشقى وبيسعى، ما هو ولا أي حاجة، وشوية عيال بترقص على السوشيال ميديا هي دي اللي عاملة كل حاجة. يا جدعان ولا أي حاجة، أقسم بالله والله العظيم مش عارف أقول إيه. بس بس اوعى يهزك كل الكلام ده، سيبك من العيال دي كلها اللي بتطلع على السوشيال والجو ده. انا عايزك تفضل ماشي في طريقك الصح، اتعب واشقى وربنا يكرمك يا ابني والله. السعي ده اهم حاجه، احنا علينا ان احنا نسعى وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا من عنده. وما تيأس، اوعى في يوم تيأس. اللي يمكن اللحظه اللي انت تيأس فيها دي هي لحظه الوصول. اوعى تقول ان انا لا هشيل ايدي، لا، افضل اسعى بكره وبعده 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 لحد ما يجيلك الفرصه. ده في ناس بتقعد بالأربعين سنة والخمسين سنة تسعى لحد ما يجيلها فرصة في جميع المجالات بقى. اللي يسافر بره مش عارف على 50 سنة، واللي ربنا يكرمه ويفتح مشروع على 50، بس كل الناس دي بتسعى. وخليك عارف إن أنت في أي مكان أنت موجود فيه أنت بتكتسب منه خبرات، حتى لو مش خبرات كبيرة بس أنت برضه بتكتسب منه خبرات. فأنا أهم حاجة عايزك إن أنت تسعى وتسيب النتيجة على ربنا سبحانه وتعالى، وما تيأس. اوعى في يوم إن أنت تيأس، عشان يمكن لحظة اليأس دي هي لحظة الوصول. يلا، اشوفكم في حلقة جديدة.